السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهارده فاخر من الاخر. فيلمنا بيبدأ مع اتنين طلاب يتحدوا بعض مين فيهم يقدر يوجه المدرسة بتاعتهم في حب، والرهان ده بيكون على 500 دولار. وبالفعل واحد يقدر يوجهها في حب، لكن حصلت مفاجأة غريبة جدا. بس لازم تشوف الفيلم للآخر عشان تعرف ايه اللي حصل. ويبدأ الفيلم مع الطلاب دول ويكونوا في المدرسة مع مدرسة التاريخ، ويكون شكلها قبيح جدا. ويكون في اتنين طلاب مش مركزين في الفصل فالمدرسة بتروح لهم وتسألهم سؤال في الحصة اللي كانت بتشرحها دلوقتي، ومحدش فيهم كان عارف يجاوب. فبتقول لهم ما تتعبوش نفسكم تاني وتيجوا المدرسة علشان انتوا كده كده بتضيعوا وقتكم على الفاضي. وفي طالبة معاهم في الفصل بتقول للمدرسة ان هما بيجوا المدرسة عشان يضايقوا البنات. فالمدرسة بتقول لهم انا هفصلكم من الحصة بتاعتي لاخر السنة. فبيفرحوا جدا لان هما بيكونوا كارهين المدرسة دي. وبعد المدرسة يشوفوا المدرسة إلينا وهي رايحة حمام السباحة، فجاك بيقول لصديقه دانيال يلا نتراهن انا وانت على اللي يقدر يوجعها في حب. فبيروحوا وراها حمام السباحة وبيفضلوا يراقبوها من بعيد، وبيكونوا مركزين معاها في كل حركة بتعملها. ولما بتنزل المية بينزلوا هما الاتنين حمام السباحة علشان يشوفوها وهي تحت المية. وبالليل لما بتروح المدرسة إلينا بنعرف انها متجوزة لكن مش بتكون مبسوطة في حياتها الزوجية. وجاك ودانيال بيكونوا مراقبينها من بعيد وهي بتغير هدومها. بيكون جاك عايز يصورها لكن دانيال بيمنعه وبيقول له احنا متفقناش على كده. وتاني يوم بيكونوا عاملين الواجبات بتاعتهم علشان تنبسط منهم لانها عارفة ان دول اكتر اتنين فاشلين في الحصة، فهي بتفرح بيهم جدا وبتشجعهم انهم يستمروا على كده. فدانيال بيقول لجاك احنا لازم نعمل الواجب بتاع إلينا على طول علشان ما تزعلش مننا ونقدر نقرب منها. وتاني يوم بيقولوا للطلبة كلهم ان إلينا تعبانة وانها مش جاية النهارده. محدش بيصدقهم، لكن لما المدرسة بتتأخر كل الطلاب يمشوا وشوية وبتيجي المدرسة إلينا، لكن بتلاحظ ان مفيش حد في الفصل موجود غير جاك ودانيال. فبتقرر انها تدي الحصة لهم عادي، لكن الموضوع ما يكونش ليهم هم عادي، وكل واحد فيهم بيتخيلها بالهدوم الداخلية. ولما هي بتلاحظ ان هم مش مركزين في الدرس فبتقول لهم ان مفيش داعي نعمل مجهود على الفاضي ونضيع الوقت. وبتاخدهم على سطح المدرسة وبتتكلم معاهم في اي حاجة بعيدة عن الدراسة. ودانيال بيعكسها وهو بيتكلم معاهم بيفضل يضحكها. وجاك بيكون غير جدا من دانيال وخايف يخسر الرهان. لما بيلاقيه بيضحك المدرسة، والمدرسة بتكون مهتمة بدانيال اكتر من جاك. وبتتكلم إلينا مع دانيال وبتسأله عن سبب اهتمامه بيها، فبيضحك ويقول لها انت اجمل مدرسة في المدرسة. فبتقرر تصاحبهم اكتر علشان تفهمهم. ودانيال بيقول لها انها عايز اصورك كام صورة علشان نستخدمهم في النشاط المدرسي، وده علشان شكلك حلو جدا وتنفع في النشاط ده. فهي بتوافق على طلبه، وتاني يوم بياخدها يصورها صور النشاط اللي كانوا متفقين عليها من غير ما ياخد معاها جاك. بس جاك كان عارف ان دانيال مش سهل وكان مرض. وفي البيت بيتفرج على صور المدرسة لحد لما امه تدخل عليه وتقول له ان المدرس التاريخ تشكو مني، وكمان بتقول عليه ان هو افشل طالب في الفصل. ودانيال بيفضل سهران عشان يعمل الواجب بتاع المدرسة إلينا. وتاني يوم إلينا تسأل الطلاب اذا كان عامل الواجب ولا لا، وجاك بيمشي وهو متضايق لان هو ما عملش الواجب. واللي كان مضايقه اكتر ان هو سأل اذا كان عندهم واجب ولا لا، ودانيال قال له لا مفيش واجب. فجاك بيطلب من دانيال ان هو يوصله بالموتوسيكل، لكن دانيال بيقول له لا اسف مش هقدر اوصلك بالموتوسيكل عشان عندي درس خصوصي. ولما إلينا بتطلع من المدرسة ودانيال بيقول لها ما تيجي اوصلك في المدرسة، بتقول له انت طالب عندي وانا مش عايز حد يشوفنا مع بعض بعد المدرسة. فبيقول لها ما حدش هيشوفنا عشان هعدي من طريق مختصر لان بيتك في طريقي. فإلينا بتقتنع بكلامه وبتركب معاه الموتوسيكل. فدانيال ما ياخدهاش البيت وبيروحوا على البحيرة ويخلعوا كل هدومهم وينزلوا البحيرة. وبيقول لإلينا انا معجب بيكي جدا. فإلينا بتقول له انت مجرد طالب عندي وانا هقضي معاك وقت جميل. فبيحاول يقرب منها عشان يبوسها فيدخل معاها في علاقة. وتاني يوم إلينا بتقول للطلاب ان هم عندهم رحلة في الغابة، واهل دانيال بيوصلوه للباص علشان يروح الرحلة دي. وبيوصلوا ودانيال بيروح الكوخ بتاع إلينا وهو معاه بوكيه ورد. واول لما يخبط بتفتح مدرسة التاريخ، فدانيال بيترعب منها وبيرمي الورد وبيقول لها ان هو كان مفكر ان ده كوخ الطلاب. ودانيال بيستنى لحد الليل والطلاب كلهم بيحتفلوا سوا بيلعبوا. ودانيال بيسحب نفسه بيروح لكوخ إلينا وبيفضل مستني وقت طويل لحد لما مدرسة التاريخ تطلع تنام. فبيخبط على المدرسة وهي بتقول لي ايه اللي جابك هنا دلوقتي. فبيقول لها انا كنت عايز اكمل معاكي موضوع البحيرة. فبتقول ما ينفعش نتكلم هنا عشان مدرسة التاريخ. فبيقول لها ان في كوخ بعيد شوية من هنا وتعالى نروح هناك. فعلا بيروحوا هناك وجاك بيكون مراقبهم ويدخل معاه في علاقة تاني. وبيكون جاك بيصورهم فيديو. وبتلاحظ ان المدرسة إلينا تكون معجبة جدا بدانيال. ولما رجعوا كان بيستنى جوزها لما بيروح الشغل يدخل يتكلم معاه في نفس الموضوع بتاع البحيرة. وبيبدأ الترم التاني ودانيال بيلاقي واحد صاحبه جاي بيكلمه ويقول له ايه علاقتك بالمدرسة إلينا. ودانيال ما يكونش فاهم حاجة خالص. ولما دخل المدرسة شاف صوره مع إلينا مع كل الطلاب وبيلاقي نفس الوضع في المدرسة كلها. ويشوف المدير وهو بيطلب من المدرسة إلينا انها تقدم استقالتها والا هيحولها للتعقيد. فدانيال بيتخانق مع جاك عشان ما يكونش حد عارف ايه اللي بينهم غيره هو، واكيد هو اللي صورها. ويروح ورا المدرسة إلينا عشان يمنعها ما تسيبش المدينة ويعتذر لها ويقول لها ان هو ملوش ذنب في اللي حصل. فالمدرسة إلينا بتسيبه وتمشي. فبيرجع للبحيرة ويكون زعلان جدا من اللي حصل ويفتكر ذكرياته مع المدرسة إلينا
إلينا، وبيركب الموتوسيكل عشان يرمي نفسه في البحيرة وينتحر، لكن بيدخل جاك على آخر لحظة ويمنعه. فدانيال بيقول لجاك أنت صدقت إني هموت نفسي؟ ويفضل يضحك هو وجاك ويقول له أنا كده كسبت الرهان وعاوز ال $500. وجاك بيقول له أنا مش هديلك حاجة زي اللي عملته مع إلينا. وبكده ينتهي الفيلم. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة وفعل التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.